قصة حلوة في مصنع من المصانع بتاعة الغزل والنسيج. على مكنة الغزل كده كاتبين للعمال: إذا تشابكت الخيوط فادعوا رئيس العمال. إذا تشابكت الخيوط فادعوا رئيس العمال. واحدة عاملة الخيوط اتشابكت معاها، لا عمالة تعمل لغاية ما عقدت الدنيا. في الآخر راحت رئيس العمال قال لها: مش اليافطة مكتوبة الصينة عندك موجودة إذا تشابكت الخيوط تدعيني؟ قالت لي: ما أنا قلت أحلها لنفسي. قال لها: ما عرفتيش؟ ادعوني. جه حللها المشكلة وفك الخيوط بسهولة. إحنا كده لما تتشابك الخيوط عندنا نروح لرئيس العمال بتاعنا، نروح لربنا. لما الدنيا تلخبط معانا ما نقعدش نقاوح كتير، الجأ لربنا. لما تلاقي الدنيا قفلت ومفيش حاجة اقفل بابك وخلاص كلمه، ما تخافش. ساعات كده أصله إيه؟ ساعات كده يبقى إحنا قفلت ومفيش حل، صح ولا مش صح؟ ساعات بيجيلنا حاجة كده لو قعدنا نعمل إيه ونكلم مين ونروح فين مش هتتحل. اللي يحلها مين؟ رئيس العمال. اللي يحلها ربنا بس. عشان كده ما تشيلش الهم كتير. ربنا بيقول: أنا أريدكم بلا هم، ما تتهمش، تعالى لي بس وأنا هعمل لك اللي أنت عايزه. بس الأول خلي عندك إيمان. كان في راجل محامي راح أسوان، وهو في أسوان في أسرة بتساعد أسرة غنية، يعني بتساعد أسرة في القاهرة. فيقول له: أنت تعرف بس خد الجواب ده بمساعدة لأسرة غنية أسرة فقيرة في القاهرة في حي شعبي كده، بولاق الدكرور أو الحتت دي، ودي لهم الظرف ده. وكتبوا له الاسم والعنوان بتاع الست وقالوا له وديها لها عشان الست دي أرملة ومحتاجة فلوس. خد الظرف وحطه في شنطته ونسي. في يوم من الأيام بعد شهر راكب تاكسي، المحامي ده راكب تاكسي، الريس كان معدي على كوبري اكتوبر، التاكسي نزل من تحت الكوبري فدخل في بولاق الدكرور، دخل في حاره ضيقه والتاكسي عطل. فقال له: ايه يا باشا، اقف في الضله بس لغايه لما اشوف حد يصلح لي التاكسي. فوقف تحت كده شباك، فهو تحت الشباك سمع صوت واحده ست بتقول له: يا رب انا عملت كل اللي اقدر عليه، واخر جنيه معايا جبت بيه عيش واكل وعملت للولاد سندوتشات وراحوا المدرسه، وانا ما عنديش حاجه تانية بس ماليش غيرك الجا له. انت رئيس العمال بتاعي، انا ماليش غيرك الجا له. فلما سمع المحامي ده الصوت ده افتكر ايه؟ الظرف. طلع الظرف من الشنطه لقى نفس العنوان نفس البيت. خبط على الست وقال لها: ده جاي لك. لما تتشابك الخيوط الجأ لرئيس ايه؟ العمال. لما الدنيا تقفل معاك روح له، اقفلي بابك كده وكلميه.